المقابله كانت صعيبه. التحضيرات نتاعها كانت صعيبه جدا بعد العيد، وما كانش عندنا فتره تاع تحضيرات، واللاعبين مدينا لهم 3 ايام باش يروحوا يعيدوا مع الاهل نتاعهم وكلش، وحطيناهم باش ياخذوا برنامج تدريبي. الحمد لله اللاعبين جاوبوا معنا بارك الله فيهم. الشيء اللي ظهر على ارضيه الميدان وين بدينا في الشوط الاول، بدينا سيطرنا على الشوط الاول وين كنا بيان بلاسي. الحمد لله قدرنا نفاجئوا الخصم ونسجلوا عليه هدف، وفي ظل الحراره اللي كانت عاليه جدا، ولكن الحمد لله اللاعبين ادوا ما عليهم بارك الله فيهم. الشوط الثاني الخصم ضغط علينا، وين حنا تحكمنا في اللعب وتحكمنا في البلوك نتاعنا، ونقدرنا نكونوا سوليد حتى وين عدلوا لنا النتيجه. ولكن هكا كل اللاعبين قعدوا مستمرين وامنوا في روحهم حتى الدقائق الاخيره، وسجلنا هدف الفوز. الحمد لله بهذا الفوز نعتبروا المرتبه الرابعه. شبيبه الثوره عادت في الاونه الاخيره الحمد لله. بعدنا فوزنا على الياسما، فوز على الجياسكا، تعادلنا مع مولوديه الجزائر، اليوم ربحنا في شلب. هذا يبين بلي شبيبه الثوره ولات عندها في اخر الموسم انه ما لاشيناش، ما طلقناش. الحمد لله على كل حال. شكر موصول لكل اللاعبين، الطاقم الاداري، الطاقم الفني، كل هو مساهم ولو ببعيد. زيرتيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.